طيب يعني هذه اجمالي بعض التغريدات او بعض البوستات مثل ما قلت لكم، وكثير من الاشياء اللي قاعد تحدث في هذه البطوله الجميله، وبالذات انا اليوم انا فرحان جدا سيدي علي بمباراه نهائيه جميله حلوه فنيا جماهيريا، تدخلات المدربين، قتال اللاعبين، متعه الاجواء، سواء كان في حكم سواء كان كل شيء جميل، حتى الامطار بالنسبه لي كانت جميله جدا الحمد لله. صح، بقوه. على كل حال كل المغرب بدنا نتكلم على الأردن تكلمنا عليها البارح والبارح تكلمنا قلنا هذا الفريق هذا يدافع مليح، يغلق ويحافظ على الدفاع تاعو ويعرف يهاجم. هذه شفناها فيه، واليوم قالنا شفناها فيه. ولكن اليوم انا على حسب رايي في المقابله تاع اليوم داروا غلطات في الدفاع. هذا الدفاع اللي شكرناه بزاف هم داروا فيه الغلطات تاع هاد تاع كي ولاو 2-2 والهدف الثالث. توجور كاين المدافع تاع الاردن الرواق اللي يلعب في الرواق الايسر، داير هذيك البلاصه فارغه، وهما يستغلوها المغاربه يستغلوها ويسجلوها. الهدف الثالث كيف جا من جهه نفس اللاعب قالنا سجلوها. ولكن من بعد شفنا هي المقابله كي بدات الهدف اللي سجلوه المغاربه هدف كما يقولوا عالمي، جا قريب. هذاك وين بدات المقابله اللي خلى شويه الحاله الاردن متحيرين شويه. ولكن من بعد هما رجعوا سجلوا الهدف التعادل وزادوا سجلوا الهدف الثاني. هنا اللي على حسب رايي الامور تغيرت كي سجلوا الهدف الثاني، عاودوا رجعوا للور يدافعوا يهاجموا خطره على خطره. هما ليهم راح المقابله تنتهي 2-1. وهنايا الغلطات اللي داروهم كانوا كي تكون عندهم الكره يحبوا يستعملوا السرعه ولكن بدون ذكاء، شغل فوضى شويه، كانت فوضى شويه. كانوا ينجموا يشدوا الكره ويلعبوا بها بالعقل، هما يحبوا يهاجموا كل خطره ويضيعوا الكرات. وزيد وين راح لهم الكونترول تاعهم. شفنا اللاعب تاع المغرب اوتي الرواق الايسر حاب الكره كانت ملتم، والمدافع تاع الاردن في وسط الملعب يضرب اللاعب المغربي الور كان وحده. هنا تبين لك النرفازه هذيك اللي راهم مقلقين، وهذاك التقلاق اللي خلاهم. شوف هنا الهدف التعادل تاع الاردن. ولكن المدافعين داروا غلطات ما عرفوش يغلقوا على الاخر تاعهم، مع الحارس تاعهم داروا غلطات التماتيك. والمغاربه تما اللي بروفيتاو سجلوا هاد الاهداف هادو. ومن بعد خلاص تما انت ما لعبوا ويسجلوا كذا، الوقت خلاص راح لهم. المغرب نجوز للمغرب. تكلمنا عليهم شحال خطره، عندهم لاعبين فنانين، الثلث خطوط هذا يمشيوا بالكتله، يلعبوا كره جميله، حكموا الوسط الملعب ويلعبوا بعقلهم، يجوزوا 10 12 15 او 12 باس بيناتهم ويروحوا بعقلهم، ماشي كيما الاردن اللي يروحوا مقلقين. وهذه اللي خلات المغرب بالفنيه تاعهم جماعيه وفرديه اللي خلاتهم يتغلبوا على الاردن. ولو كانت داتها اليوم واحد ما يشتكي، لان داروا مقابله هما قالنا في المستوى. مي المغرب شوف هنا ما كاش اللي حكم لهذيك البطوله ملهيه يعس عليها. لو كان واحد لتما كان ما يتسجلش هذا الهدف. هادو هما الغلطات اللي نداروا. ولكن داروا مقابله في القمه كي هما، والمغاربه نقولوا لهم لانهم داروا لنا اللي عليهم. الحمد لله مقابله في المستوى.